تجاهلت روسيا بشكل كامل ذكر النزاع المستمر في صحراء المغربية خلال خطاب وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم السبت. ولم يتطرق لافروف إلى الكيان الانفصالي المعروف بجبهة البوليساريو، واكتفى بتقديم وجهة نظر روسيا بشأن قضايا عدة منها العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب والأزمة في أوكرانيا وقضايا السلم والأمن، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ومالي والنيجر وليبيا والسودان وكوسوفو وغيرها، دون الإشارة إلى الوضع في الصحراء المغربية. يأتي هذا الإغفال للنزاع في الصحراء المغربية في ظل أن قضايا السلم والأمن العالمي تحظى باهتمام بالغ من قبل روسيا، وتحتل أولوية كبيرة في أجندتها السياسية الخارجية. ويعكس هذا النهج تبني روسيا لموقف ثانوي تجاه النزاع في الصحراء المغربية في ضوء التطورات والأحداث الهامة على الساحة العالمية.